الو، صباح الخير او مساء الخير عليكم. نرجع تاني لموضوع الشام المصري انا اتمنى ان نخلص بقى من الموضوع ده. بصراحه اخد مني وقت ومجهود كبير جدا، في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها يعني. ان شاء الله ده يكون اخر فيديو يعني اعمله عنه. المهم في مش عايز اطول عليكم يعني. المهم في قناه اسمها خرطوم الغساله اي كيو او اي كيو خرطوم الغساله. الديبنس يعني انت بتقراه من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. عامل مقاطع جميله جدا بصراحه. القائم او القايمين او القائمه عليها عامل مقاطع ومطلع التناقض. شغل جميل جدا يعني بصراحه. في الاي تي ممتازين. فده سمح لي ان انا اتفرج على مقاطع كتيره جدا للاستاذ هشام. فيعني في 3 نقط عايز اتكلم عليهم وهخلصهم بسرعه. اول نقطه، الاستاذ هشام يعني الواضح ان هو عايز يخش في موضوع فرق تسد. اول نقطه انا شفت في مقطع اللي هو عايز يبقى يقول ايه. كان بيتكلم على الدكتور عمرو اللي هو ملحد مصري، والدكتور جورج باول، وملحدين امريكا بقى وملحدين مصر. وهو بقى من ملحدين مصر اللي هو واقف قدام المدفع، واللي هو بقى ايه اعتقلوه وانا كنت في المعتقل، واللي هو حبني، اللي هو بقى ايه اللي هو حبه من اول نظره. حب من اول نظره بقى اللي هو حبه على طول. وهكذا يعني في بقى ايه هيعمل طائفتين: ملحدين مصر وملحدين امريكا وملحدين الشرق وملحدين الغرب. فاهمين يا جماعه؟ طب ما احنا عمالين نعاني بقى من موضوع الطائفيه ده. ما احنا بقى لنا برضه المرضى النفسيين اللي خلونا نقتل في بعض. وده انا الطائفه بتاعتي احسن من الطائفه بتاعتك، وانا ديني احسن من دينك. وانا برضه المرضى النفسيين دول اللي خلونا نقتل في بعض كل السنين دي، ومات منا بالملايين. ولسه بنقتل في بعض بسبب الموضوع ده. لسه برضه هنخش بسبب مريض نفسي، لسه برضه هنقع في بعض. خلي بالكم يا جماعه، المريض النفسي ذكي جدا. انا مش عايز اقول لئيم وخبيث عشان انا ما بحبش اغلط في الناس، بس ذكي جدا وبيحاول يوصل لهدف في راسه هو بس. ما بيهمهوش يوصل للهدف ازاي، فبيقول كلام بيبان من الشكل الخارجي بتاعه ان هو كلام كويس وانت بتقتنع بيه، بس الهدف اللي في راسه هو بس ما محدش بيعلم بيه اللي هو بس. فاهم انت ازاي؟ طب انا احكي لكم قصه حصلت معايا في المصحه. انا عارف ان انتم بتنبسطوا من الحكايات دي، بس يعني هي تخيل بقى يعني 3 سنين 8 ساعات في اليوم 5 ايام في الاسبوع على طول السيرك كان شغال، يعني النمره ورا النمره، نمره ورا النمره. ف اول يوم ليا في المصحه النفسيه انا قاعد في التريتمنت روم اللي هي غرفه المعالجه يعني. مستني المديره تيجي عشان تسلمني العهده. فعندنا احنا الباب اللي هو النص بينفتح والنص بينقفل دهوت. فانا فاتح النص اللي فوق وقاعد مستني المديره تيجي. فكان عندنا 15 مريض اعمارهم من 18 ل 50 سنه، يعني كلهم شباب يعني اعتبروا. وده كان عنبر رقم 9 اللي هو الهازارد اللي هو الماكسيموم خطرين يعني. مش هقول لكم يعني كل الامراض النفسيه اللي بتبقى فيه. فرايحين جايين يشوفوا مين الجديد ده، الموظف الجديد ده اللي موجود، الممرض الجديد. رايحين جايين يبصوا كده يشوف مين اللي جوه ده. المهم وشويه وجا واحد هلو انا اقدر اساعدك؟ قال لي انا بابي، انا هنا في اوضه 15. قلت له اهلا وسهلا، اضحى هاو اي كان هيلب يو. قال لي حضرتك بتروح على الانفيرمري؟ قلت له الانفيرمري دي اللي هي زي ايه زي بيبقى فيها زي مستشفى اللي هو اللي فيها الناس المشلولين اللي هم بيبقوا على السراير ما بيتحركوش، بيبقوا محتاجين مساعده اكتر يعني، ما على طول على السرير يعني ما بيقدروش يمشوا او يعني يتحركوا. قلت له ودي بيبقى فيها مثلا جنبها بيبقى فيه المخازن، جنبها بيبقى فيه مكاتب المديرين. قلت له قال لي طب ممكن وحضرتك راجع تجيب لي حفاض؟ قلت له حفاض؟ عايز الحفاض ليه؟ قال لي اصل لما الدنيا بتشتي الميه بتتسرب من تحت الشباك
فبقى عايز الحفاض بس يعني عشان اسد تحت الشباك عشان الميه ما بتنزلش، تنزل على السرير وبيتبل وبيصحيني من النوم. قلت له اه طبعا حاضر يا سلام، انا هجيب لك حفاض حاضر. لما اروح على الغدا، وقت الغدا اروح وانا راجع بجيب لك. قال لي يعني هترجع الساعه كام كده؟ قلت له الساعه 1. يعني الغدا من الساعه 12 ل 1، على الساعه 1 اكون هنا هجيب لك الحفاض. قال لي ماشي شكرا، انا بستناك هنا على الساعه 1. قلت له تحت امرك بس وخلاص، وماشي بكل احترام. في حاجه دي كلامه جميل جدا وبكل احترام. انا رجعت قعدت وقلت يا سلام، ده انا مش هجيب له حفاض واحد، هجيب له 2 3، انا هجيب له الصندوق كله. يا سلام ده. وفعلا كلامه ممتاز. الحفاض احسن حاجه ان هو يلم السوائل. لو في انت مثلا في حادثه وواحد بينزف، دور على حفاض. الحفاض بيلم السوائل، بيساعد على التجلط. الحاجات اللي فيه من جوه دي بتساعد على التجلط، ده احنا دارسينه في الكتاب. فكلامه منطقي جدا، وانا عايز اساعده بصراحه. قلت هجيب له صندوق حفاضات وانا راجع من الغدا. وخلاص شويه كده وانا قاعد شفت بتاع المينتنس مان، اللي هو بتاع الصيانه. قلت الله، طب انا اخلي الراجل يصلحها له اصلا. طلعت جريت وراه، قلت له جو تعالى، بقول لك ايه، ما تروح عند اوضه 15 تصلح له الشباك. قال لي اوضه 15 وشباك ايه؟ قلت له يا عم انت الدنيا لما بتشتي الميه بتخش له من تحت الشباك. بابي اوضه 15. قال لي يا عمي اوضه 15 فيها بلكونه، وبعدين البلكونه فيها تنده. 15 شباك ايه وميه ايه؟ هو انت بتتكلم على ايه؟ قلت له يا عم بابي جالي من شويه وقال لي لما الدنيا بتشتي الميه بتخش له من تحت الشباك. قال لي وبعدين؟ قال لي طلب مني حفاض اجيب له حفاض. قال لي يا عم ده بيشتغلك، بابي ده بيدفايل. قال لي بابي ده بتاع عيال، ممنوع عنه يجي له حفاض. قلت له بيدفايل؟ قال لي خش اقرا الفايل بتاعه، اقرا الملف بتاعه. قلت له يا عم المديره لسه ما جاتش وما المفتاح معاها. قال لي يا عم انت ده ممنوع عنه حفاضات، ممنوع عنده بودره تلج، ممنوع اي حاجه لها علاقه بالاطفال، لانه بياخدها ويتذكر اطفال ويستمن عليها. شفت ازاي؟ واحنا يعني شوف قد ايه المريض النفسي ذكي. واحنا قعدنا قبلها 4 اسابيع تمارين، انه مش بيمرنونا بقى عن ازاي ندي ابر ولا نضمم جرح ولا نعمل مش عارف ايه، لا، بيمرنونا ان ازاي المريض النفسي ده ذكي، ازاي المريض النفسي ده ممكن يوصلك لمرحله ستريس انه يطير لك عقلك. 4 اسابيع، وانا بس في دقيقه واحده بس خلاني انسى انه هو ده مريض نفسي وانا مش واشتغلني. بس لما جت المديره حكت لها اللي حصل، قالت لي لا ولا يهمك ولا يهمك. قالت لي انت لو كنت جبت له الحفاض ده كان كل ال 15 المريض نفسي اللي هنا دول كانوا عملوا عليك حفله. قالت له ما تقلقش، انت مش انت اللي كان مش انت لوحدك بس اللي هم كانوا يعني بيعرفوا يوصلوا لك. قالت لي دول ليل نهار شغلتهم ازاي يعرفوا يوصلوا للي هم عايزينه. ماشي؟ فهو المريض النفسي هو شغلته ليل نهار يعرف يوصل للي عايزه، يعرف يعمل ايه عشان يوصل للي عايزه. بس هو عايز يوصل للحاجات اللي هي في دماغه، اللي هو عايزها في دماغه عن طريقك انت، مش عايز حاجة تانية خالص. تمام؟ فنخلي بالنا يا جماعة، مش عايزين حد تاني يوقع بين بشر، مش عايزين حد تاني يفرق بين انسان وانسان عشان تفكيره او عشان فكرة في راسه او عشان بليف او عشان فكرة. لا، مش عايزين حد يفرق بيننا خالص. خلاص الموضوع ده انتهى. احنا في التقدم البشري ده هوت مش عايزين بقى حد يجي يقول انت عشان انت في امريكا بتفكر بطريقه معينه، او عشان انت في مصر بتفكر بطريقه معينه، او عشان انت مسلم بتفكر بكذا، او عشان انت مسيحي. لا خلاص الموضوع ده انتهى. الموضوع ده المفروض ينتهي من على وش الارض خالص. احنا بشر، احنا الكبد بتاعك زي الكبد بتاعي، زي الكبد الانسان اللي شكله لون جلده اسود
زي الصيني، زي الهندي، زي الباكستاني، كلنا سواسيه، كلنا سواسيه. خلاص الموضوع ده المفروض ينتهي. ما نفكرش انه المسيحي، المسلم، اليهودي بيختلف عننا باي شيء. خلاص يعني الموضوع ده بقى قديم جدا، قديم جدا. فبنقول الاستاذ هشام المصري يعني العب غيرها بقى. خلاص احنا بقينا اتعلمنا وكبرنا وتحضرنا انه تفرق بين اتنين مصريين، ده واحد عايش في امريكا وواحد قاعد في مصر بالطريقه السخيفه دي. اوكي. والناس اللي بيتبعوه المفروض يكونوا اذكى من كده بشويه يعني. ومحدش طالب الاستاذ يعني اللي بيتبعه بيقولوا هو يعني الناس اللي هي الصغيره في السن. استاذي يعني الشاب، انت مش مطلوب منك انك تقول دينك ولا اتجاهك السياسي لاي حد خالص. مطلوب منك انك بس تهتم بمستقبلك، بدراستك وبس. لا تشارك حد اتجاهك السياسي ولا اتجاهك الديني. انت مش مطلوب منك حاجه زي دي خالص. استاذ حضرتك الموظف، انت مطلوب منك انك تهتم بوظيفتك وتقدم خدماتك للشعب وبس. بس ده المطلوب منك. لا تقول حضرتك دينك ايه ولا اتجاهك السياسي ايه. بس المطلوب منك تقدم وظيفتك حسب ما هي مطلوبه وخلاص. طيب النقطه الثانيه من متابعتي لهذه التعليقات وبعض فيديوهات الاستاذ هشام، متابعينه انا بشوف واحد مثلا بيقول له الحق يا استاذ هشام، واحد مطلع عليك مقاطع، والتاني يقول له يا استاذ هشام في واحد بيشتمك، استاذ هشام مثلا واحد مش عارف بيقول عليك ايه. طب يا فتان يا فتان، انت مش ملاحظ المقاطع دي فيها حاجه كده صح؟ يعني مش ملاحظ ان الاستاذ هشام عمال يكذب؟ مش ملاحظ ان الاستاذ هشام عمال يناقض نفسه؟ مش ملاحظ ان الاستاذ هشام عمال يقول حاجه ويرجع في كلامه؟ طيب حاجه تانية من متابعين الاستاذ هشام، ان مثلا الاستاذ هشام يا جماعه شاركوني في الكلام وشاركوني في رايه، حد يقول له رايه، الاستاذ يقول له يا جدع انت بتفهم حاجه، انت ما بتفهمش في السياسه. الاستاذ هشام يقول كلمه، المتابع يقول له ما اصل دي حصلت كذا كذا كذا، هشام يقول له يا عم انت تفهم في الدين؟ لا يا جدع انت، يصده. الاستاذ هشام يقرا اسمه يقول له يا عم انت اسمك وحش قوي، انت المفروض تغير اسمك. فالملاحظ، وانا ده اللي لاحظته يعني، اصل انا بقيت ايه بقى يعني بلاحظ زي ما قلت لكم ان الاستاذ هشام بقى جود كيس ستادي، يعني حاله كويسه جدا اللي انا بتابعها. الملاحظ ان متابعين الاستاذ هشام هم بيحبوا يروحوا يستمعوا لنقدهم وشتمتهم. فده فكرني بحاله نفسيه اسمها submissive personality disorder. مين بقى submissive personality disorder دول اللي هم الناس اللي هم يتقال لهم تعملوا ايه. يعني اللي هم بيحبوا يقول لهم ايه، روح يمين يروحوا يمين، روح شمال روح شمال. اللي هم ما عندهمش شخصيه، اللي هم ما عندهمش personality، اللي هو يعني اللي هو مثلا سماهم مالكوم اكس. تعرفوه اللي هو كان بيعمل ثوره هنا للعبيد في الستينيات، هو ومارتن لوثر كينج جونيور. ثوره العبيد هنا في امريكا في الستينات. كان هو مسلم ومارتن من الناحيه المسيحيه، فكان مسميهم الهاوس سليفز، اللي هم عبيد البيت، اللي هم العبيد اللي كانوا موجودين في البيت، اللي هو زي الخدامين يعني، بس اللي هم اللي كانوا السود. فتلاقيه كده قاعد في البيت، الهاوس سليف ده مبسوط، بياكل وبيشرب وقاعد في البيت، فكانش بيعمل ايه مشاكل. لكن اللي هو الاوتسايد سليفز اللي هو بيشتغل في الحقل، هو ده اللي كان على طول يهرب ويعمل مشاكل ويتخانق مع الناس ويتخانق مع الابيض. فالهاوس سليف ده قاعد مبسوط، بياكل ويشرب ويتشتم طبعا لانه كان سليف. فالسبميسيف بيرسوناليتي ديس اوردر ده اللي هو مستسلم كده على طول، يتشتم ماشي، انا رايح عشان اتشتم، انا رايح عشان اتهزق،
انا مبسوط بان هشام بيقول لي يا عم انت اسمك وحش غيره، ولسه قاعد استمع للشتيمه. اللي هو هشام يطلع لي اللي انا ما بفهمش حاجه، مش مشكله. اللي انا اطلع بطلع عشان هشام ينبسط مني ويقول لي برافو عليك ويسيبني على القناه عنده، اطلع فتان. الحق هشام ده بيعملوا مقاطع انه بينتقدوك، اطلع عشان في واحد بيشتمك، اطلع عشان في واحد اسمه مش بيعمل عليه بيقول عليك مريض نفسي، اطلع، وهكذا. فده ايه اللي هو submissive personality disorder. مش انت مثلا بتشوف في المصارعه او في الملاكمه بيقول لك المصارع عمل submission يعني استسلم، او عملت submitted ورقه الامتحان يعني سلمت ورقه الامتحان. هي دي submissive personality disorder. او مثلا الاخت اللي هي طاعت زوجي واطيعه، وتلاقيها ماشيه بال4 عيال وماسكه ال50 كيس الاكل ومش عارف ايه وماشيه وراه كده زي لا، هي دي يا اختي انت submissive personality disorder. انت ما عندكيش راي، ودي شخصيتك submissive. انت مش مطيعه. انت ممكن تطيعي القطه اللي لو قالت لك القطه روحي جيبي الاكل هتطيعيها. دي البيرسوناليتي submissive personality disorder. فتلاقي الناس دي بتدور على واحد زي هشام وتمشي وراه. فاهم انت ازاي؟ وهكذا. في مثلا الناس تقول لك طب ما عندك الدكتور جورج باول بيشتم وبيعمل. الدكتور جورج باول بيقول لك انا مش عايزك تيجي عندي، لو انت هتعمل كده انا مش عايزك تكلمني، انا مش عايزك تيجي عندي، ولو جيت عندي ما تكلمنيش، انا مش عايزك اصلا، انا طالع افضفض عن نفسي، احنا مش منورين، انا مش جاي انورك، انا مش جاي انصحك، ما تطلبش مني نصيحه. فهو بيديك الورنينج، بيديك التحذير. انا كمان انا بقول لك انا مش جاي انصحك، انا مش جاي انورك، انا جاي اديك يعني مثلا ايه، بحكي لك عن شغل انا اشتغلتها مثلا من 15 سنه، عجبتك خدت منها نصيحه ماشي، ما خدتش منها فايده خلاص، وهكذا. فبديك الورنينج، تمام؟ انا مش جاي انور حد، وهكذا. لكن هشام جاي بيقول لك تعالى تحاور معايا، تعالى انا هديك احسن نصيحه، انا احسن مش عارف ايه، انا احسن واحد. انت بتتحاور معاه فبيروح جاي صدق او بيقول لك انت ما بتفهمش، فانت بتفضل معاه، انت عاجبك الموضوع ده هو بتفضل معاه. فدي بيدل على شخصيه اسمها submissive personality disorder. فاهم انت ازاي؟ فطبعا دي بس عايز اخش حاجه جانبيه، بينما انا ذكرت هي الاخت اللي هي عندها submissive personality disorder. في مثلا اللي هو بيقول لك ظل حيطه ولا ظل راجل، لا يا اختي انت راسك لفوق، مناخيرك لفوق، كتافك، انت انسان زيك زيه، ومعلش في الوقت ده ظل الحيطه احسن من ظل راجل مريض نفسي زي ده. شهادتك هي ظلك، و يعني لا، انت انسان زيك زيه، زي ما انت بتطلبي منه حاجه زي ما هو بيطلب من حاجه وبتقولي له حاضر، انت زي بنفس الوقت نفس الشيء. لما تطلبي منه حاجه هو يقول لك حاضر بليز، وانت تقولي له بليز وهو يقول لك بليز، سواسيه، انت زيك زيه بالظبط. اوكي؟ راسك لفوق وكتافك كده مرفوعه لفوق. تمام. طب النقطه الثالثه دي بقى، تمام؟ النقطه الثالثه دي ودي مهمه جدا، ودي مهمه جدا 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 جدا. فخلينا بقى ايه يعني ننسى كل حاجه وسيبوا بقى الانحيازات، وخليكوا كده ايه يعني ايه ناس يعني مفتحين ومفكرين، وخليكوا كده يعني مستمعين صح. تمام؟ انسوا بقى كل الانحيازات دي. عشان كده انا خليت النقطه دي الاخيره. شوفوا يا جماعه، الاستاذ هشام بكل صراحه بيطلع بكام شخصيه؟ انا عديت 12 شخصيه. بص، باحث اسلامي، تمام؟ باحث في الاديان قصدي،
باحث في الاديان. اتكلم عن مين هو؟ لما بيقول باحث اديان اتكلم على الاستاذ حامد عبد الصمد، صح؟ يعني هو الاستاذ هشام المصري صح كده الصبح لما كان عنده مش عارف حاجه و40 سنه، وقال انا باحث في الاديان الاسلاميه، الاديان السماويه، صح؟ دلاله على مين؟ الاستاذ حامد عبد الصمد. بس الاستاذ حامد عبد الصمد معاه شهاده من المانيا، الاستاذ هشام المصري ما عندوش قد شهادات. فلما كان بيقول انا باحث اسلامي زي الاستاذ، يمكن انا احسن من الاستاذ هشام المصري، من الاستاذ حامد عبد الصمد، صح؟ ادي واحد شخصيه، عدوا معايا. 2 لما اتكلم على ان هو باحث في السياسه والسياسات، وقال انا احسن من الناس بتاعت قناه سمري، لما محمد ممدوح وشريف الصرفي وتقريبا لطفي زكريا، لان انا بتفرج على القناه ديت بصراحه، وناس ممتازين جدا وبيجيبوا قنوات وبيجيبوا مقالات من مجلات غاليه جدا الاشتراك فيها زي اكسيوس ونيويورك تايمز وواشنطن بوست. اكسيوس الاشتراك فيها $1000 في السنه، يعني فعلا يعني، وبيجيبوا مقالات ناس مرموقه جدا. ف انا الفيديو بتاعهم بيجيب 300-400 الف الفيديو الواحد، يعني مشاهده. يعني فدي شخصيه رقم 2. انا احسن واحد محلل سياسي، وانا كنت ممكن اعمل $25,000 في الشهر واقعد كده ومش عارف ايه، انا احسن منهم، انا اكتر واحد محلل سياسي، صح؟ ادي تاني شخصيه محلل سياسي. يبقى اول واحده ايه؟ باحث في الاديان حامد عبد الصمد، محلل سياسي قناه سمري. ثالث واحده ايه؟ محلل عسكري، صح؟ لما قال لمين انا احسن واحد محلل عسكري، لما قال على قناه الجزيره المحللين العسكريين فيها زي الدويري والعقيد حنا اللي هو العقيد اللبناني، والدويري مش عارف اردني تقريبا، ولا انا احسن منهم، هو في لبنان جيش ازاي يجيبوا ناس زي دي؟ المفروض ياخدوني انا ليه هو احسن محلل عسكري؟ لانه وهو عنده 10 سنين قرا كتاب الفنيه العسكريه بتاع اخوه وهو في الفنيه العسكريه، لانه كان عنده 10 سنين وقرا الكتاب. هو صح كده عنده 10 سنين، يبقى كده ايه؟ ادي ثالث شخصيه. رابع شخصيه طبعا هو فيلسوف، انا مش فاكر كان لمين الفيلسوف. خامس شخصيه هو طبعا بتاع الاديان، وتحدى مين طبعا؟ يعقوب وتقريبا حسان والناس اللي هي دي بتاعت السلفيه. هو شخصيه كمان بتاع مين؟ دمه خفيف، واحسن دمه خفيف والناس كلها بتحبه لان دمه خفيف. كان بيتكلم على مين؟ الدكتور عمرو اللي هو ملحد مصري، والدكتور جورج بول، ودمه خفيف والناس بتحبه هو اكتر، وعمل اكتر مشاهدات لما هو راح عند قناتهم ومش عارف ايه. ادي ايه؟ سادس شخصيه. سابع شخصيه كان مين؟ معلش انا بنسى، يعني نسيت كذا مره، كنت سعادة 12 انا. 8 شخصيه، 7 شخصيه عفوا. المناظر كانوا بيحدوا المناظر، عارفين انت موضوع المناظرات ده يا ربنا. 8 شخصيه كان بيتكلم على ايه يا ربي؟ كان في ايه؟ شخصيه ايه؟ المهم 8 شخصيات اهم، 8 شخصيات. ولا كان بيتكلم على ايه كمان؟ شخصيات قلنا عسكري، سياسي، الدين فيه كذا حاجه. الفيلسوف. دلوقتي بيتكلم على الاقتصاد، فالاقتصاد اهي 8 شخصيه اقتصاد. لما اتكلم على الاقتصاد وراح على البورصه، فادي اهو 8 شخصيات عشان ما اطولش. بس ادي عندنا كام يا معلم؟ عندنا 8 شخصيات. ولاحظ حاجه، لما انت هو بيتكلم على السياسه، حد يبعت له في السؤال في الدين يقول له لا انا دلوقتي في شخصيه ايه؟ السياسه، انا ماليش دعوه، ما حدش يسالني في الدين، انا في السياسه. طب السؤال هنا يا جماعه، في حد يا جماعه اتفرج على الفيلم سبليت؟ انا نسيت الممثل اللي هو كان اسمه كيفن تقريبا ماكوفري. نزل الفيلم ده اسمه في 2016، في سنه 2016 اسمه سبليت الجزء الاول. هو دلوقتي على نتفليكس. حد اتفرج على الفيلم ده يا جماعه؟ لو سمحتوا يعني اللي عايز يتفرج على الفيلم ده يتفرج عليه. وانا يمكن يعني لو اطلب من
القناه بتاعت اللي هي خرطوم الغساله اي كيو. لو حضرتك تقدر تنزل الفيلم على القناه بتاعتك ويعني وتقول عنه، وانا لو عايز حضرتك انا ادفع، لو مترجم للغه العربيه او حتى بالانجليزي انا ممكن ادفع، يعني لو شوف عايز اللينك وانا ادفع يعني حق الفيلم، يعني شوف اللي حضرتك عايزه مني وانا ادفعه وعلى اساس الناس تشوفه. شوف السبليت، شوف الفيلم، سيبك بقى من هوليوود وشوف الاكشن والحاجات دي كلها. انا عايز حضرتك تشوف الفكره. نفس الشيء يا جماعه. المرض اسمه ايه؟ Dissociative Identity Disorder، DID. يا جماعه انتوا تقدروا يعني تتفرجوا على الفيلم وتشوفوا وجه التشابه قد ايه. يا جماعه لو فعلا في الموضوع ده بتاع هشام قصه حقيقيه او كيس حقيقيه عن DID، Dissociative Identity Disorder، DID، هتبقى مصر دخلت التاريخ النفسي. لان الموضوع ده يعني المرض النفسي ده يعني نادر جدا. بس شوفوا وجه التشابه يا جماعه، شوفوا وجه التشابه. مش ممكن الموضوع ده، لانه عملوا منه فيلم. الامراض النفسيه يعني ممكن في 3 أو 4 افلام اتعملوا على 4 امراض نفسيه: السكروفينيا، الاوتيزم اللي هو التوحد، الانفصام، الاكتئاب، وهو الDID ده هو اللي هو عملوا فيلم السبليت، فيه جزء 1 وجزء 2. انا ما شفتش في المصحه، انا ما شفتش منه. كنت اسمع في اللي هي المصحه الثانيه اللي هي في تكساس اللي هي ماكسيمم سكيورتي، في واحد وكان عايش في عنبر لوحده. بس انا شخصيا شفته. لا شوفوا وجه التشابه يا جماعه، انتوا احكموا. يعني شوفوا الفيلم ده واحكموا وشوفوا وجه التشابه قد ايه. تمام؟ سيبك من الاكشن، وسيبك من الحبكه الدراميه، وسيبك من كل ده هوت وانتوا احكموا. نفس الشيء، تعدد شخصيات. الشخص ده كان بيعمل فيديوهات، كل شخصيه كانت بتعمل فيديو. الشخص ده هوت كان فيه الوحش كان بيحمي كل الشخصيات دي. ما لازم، دي شخصيات كانت كتيره جدا، كان لازم في وحش بيحميها. الوحش ده كان اللي هو كان ايه؟ الغضب. وفعلا هشام بيغضب كتير، وكل مره بيقول انا مش هغضب خلاص يا جماعه، انا خلاص هبقى كويس. لا، سريع الغضب يا جماعه. شوفوا الفيلم وردوا عليا، شوفوا وجه التشابه. طب الDID خطيره؟ طبعا خطيره. لان في الفيلم ده الراجل ده كان في المحكمه وتعرض للمحاكمه. بس المشكله ان في المحكمه مش عارفين يحاكموا انه شخصيه، مش عارفين يحاكموا مين. ما كل شخصيه عامله مشكله. طب هيحاكموا مين؟ فهمتوا ازاي؟ المشكله في المرض النفسي ده ان احنا مش عارفين بنكلم مين. وزي ما قلت لكم المريض النفسي ده ذكي، فاحنا مش عارفين احنا بنكلم مين. يعني انا مش عايز حد يعني يستغلنا، مش عايز حد يستغلكم. مريض نفسي مش مريض نفسي مش مشكله. المشكله ان يكون الشخص ده هو يعني بيتعالج كانه زيه زي اي مرض عضوي. مش مشكله. عندك مرض نفسي مش مشكله. فدي نصيحتي ليك. المريض النفسي مش مشكله، اتعالج وبعد كده بنسمعك. اوكي. ده نصيحتي ليك. نصيحتي للمستمع اللي انا بقول هو عنده مثلا المشكله دهيت النفسيه، خلاص يا اخي، ما دام انت عايز تستمع، ما دام انت عايز تاخد التنوير من حد بينورك على اليوتيوب، انت مثلا كسلان، مش عايز تفتح كتب، مش عايز تدور، خلاص شوف حد تثق فيه. شوف حد تثق فيه على اليوتيوب، بدل ما 5000 متابعين الشخص ده الغلط و5000 متابعين شخص تاني غلط.
خلاص اعمل ديسلايك وروح عند شخص تاني تثق فيه، خد التنوير من عنده، ما تروحش للشخص الغلط. خلاص. اسف للتطويل عليكم، بس اتمنى دي تكون اخر فيديو يعني اعمله عن الاستاذ هشام، وانه في حاجات تانية مهمة جدا اتمنى ان اكلمكم عليها، وفي شغلانتي التانية دي برضو اكسايتنج جدا. انا سبت المصحة العقلية دي من زمان، بس الشغلانة التانية اللي انا اشتغلتها دي اكسايتنج جدا برضو، فيها حاجات مهمة جدا، ومتهيألي برضو هتنال اعجابكم يعني، وهنبقى نتكلم فيها اتمنى الفيديوهات الجايه. يلا اسيبكم على خير وباي باي.